ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا. جاي اوريكم الكشري المصري بكل حركاته وتكاته، بس معلش وانا بغرفه المقطع اتحذف، سامحوني. صلوا على الحبيب المصطفى وخشوا كده برجلكم اليمين وشوفوا ام اسلام عملته ازاي. خارج مصر بيسألوني عليه. طبعا هما ممكن ما يعرفوش او مش عارفين ازاي الطريقة، فكل ما اقول لهم خشوا على القناة فبيكسلوا يدوروا. انا سهلته لهم وعملوا في يوم النهارده ال 15 من رمضان فطرنا. هنا البصل عندي كده ما شاء الله، على حسب ما انت بتحبي التقليه، يعني كتير قليله. فانت بتعملي البصل ما شاء الله تكتري يعني. ده الورد بتاع الكشري. وهنا ده العدس بجبه، حد يعرفه يا ولاد؟ اهو، ده اسمه عدس بجبه، مش العدس الاصفر، عدس بجبه. طبعا بتعملي الكميه حسب عدد افراد اسرتك. هنا انا هعمل كوبايتين رز بس، عشان طبعا مكرونه وعدس ورز، وهحط معاهم كوبايه شعريه. فطبعا مش عايزه ابقى ايه اكتر، هي طقه بطقتها يعني. فطار ما بيحتاجش ايه عقبه كتير يعني او اكل كتير. وهنا المكرونه، عامله اكتر من نوع مكرونه، عامله 4 انواع. عامله اللي هي المقصوصه اهي قدامكم، شايفاها الخواتم. وعامله المكرونه القلم اللي بنعمل منها المكرونه بشاميل. وعامله صغننه خالص. وعامله الاسباجيتي اهي، زي ما انتم شايفين كده. طبعا عشان انا اختصر المواعين وما اعملش مواعين، هعمل ايه؟ الحله اللي هسلق فيها المكرونه اعمل فيها اللهم بارك، هعمل فيها الرز. فاحنا هنسمي الله ونصلي على الرسول ونخش نشوف ايه واحنا بنسلق حته حته كده. هنا الميه بتغلي يا حبايب قلبي، هنحط فيها معلقه ملح، ونحط شويه زيت عشان المكرونه تبقى ايه مفرفره كده وحلوه، زي ما انتم شايفين كده. ماشي كده. نروح نجيب المكرونه. هنا بصوا، اتفرجوا انا حاطه التوم. التوم شايفينه ولا مش شايفينه؟ اهو بحط عليه الزيت، ده التوم بتاع الصلصه، صلصه الايه الكشري. يا رب تكون واضحه قدامكم اهي، زي الفل زي الفل زي الفل زي الفل. تعالوا بقى، اهي المكرونه، نسقط المكرونه في الميه اهي، زي ما انتم شايفين اهي الميه غليت. هننزل بالمكرونه. اول ما نصفي المكرونه نعمل مكانها باذن الله الرز. طبعا هبتدي احمر التومه ونعمل الصلصه مع بعض. المكرونه هنا بتسلق اهي، زي ما انتم شايفين مع نفسها. هنا حبايب قلبي كده نزلت بالطماطم. وهنا بقى معايا ملح وفلفل اسمر وكمون، وطبعا سامحوني، معلقه سكر تعادل ملوحه الطماطم بربع يعني، وماجي اهو زي الفل زي الفل. سيبها بقى تاخد وتدي بشكل وتدبك مع نفسها. يبقى احنا كده سلقنا المكرونه زي ما انتم شايفين، وعملنا الصلصه. فاضل ايه يا ام اسلام؟ فاضل الرز بقى يا ولاد، والورد. الورد هوريكم خطوه بخطوه. يلا وارجع لكم تاني. مشينا مع بعض خطوه بخطوه. طبعا عملنا ايه؟ عملت ايه يا ام اسلام؟ سلقنا المكرونه عشان في نفس الحله هنعمل فيها ايه؟ الرز. وولعت عطق الصلصه، عملت الصلصه للناس اللي هايصه. بصوا يا حبايب قلبي اللي مش شايف، يا رب الكاميرا تطلع. استنى ايه، بقطع حلقات خالص عشان المكرونه بس الفيديو يبين لكم الفيديو. استنى كده اهو، مش شايف اهو. بتخرج سكينه خالص، دي وشه رقيق خالص للبصل، هيبقى الرقيق ويتحمر معاه ويبقى مقشف. ده الورد بتاع الكشري اهو، يا رب يكون واضح قدامكم. بس انا عايزه رقيق ده، شايفينه اهو. هنعمل البصل بطريقه ونرجع نكمل. طبعا انقع على العدس عشان ما ياخدش مني سوا. خدي كوبايتين الرز والشعريه اهي، نمشي مع بعض بخطوه بخطوه عشان ما تتوهوش مني، وتعملوا احلى كشري باذن الله. وتدعوا لي دعوه جميله بالخير حبايبي. اهم حاجه حطوا اللايك والاشتراك، اللي الناس يشترك في القناه يشترك فضلا وليس امرا. بقى ذهبي، مش هنغمقه عن كده. هنطلعه بقى في المصفى، نوطي عليه عشان مش هطلعه هنا. ماشي كده. اهم حاجه تصفيه من الزيت حلو قوي، على مناديل بقى، اي حاجه تعجبك طلعيها. ما شاء الله اللهم، عشان ما يبقاش فيه زيت. هنا بص يا حبيبي، طلعت البصل اهو يتصفى من الزيت، والعدس مغيره ميته اكتر من مره، ما تحطوش بميه النقع. وانزل عليه كده، هيغلي غلوتين
وننزل بالعقد الشعريه والرز. احلى كشري مع ام مسلم. صلوا على الحبيب المصطفى. يلا يا ولاد. الرز طبعا مش هيحتاج اي حاجه. الملح، عايزه تحطي كمون حطي، بس انا مش عايزه اكتر قوي من الكمونات لان انا حاطه في الصلصه وعامله توم. دقه الخل، بصوا يا ولاد، دقه الخل دي بتاعت الكشري برضه ما تحلاش الا بيها. خل وتوم وما شاء الله شطه وكمون، حاجه زي ما انتوا عارفين بقى. طبعا ما عملتش حمص، الوقت سعفني. ابو اسلام طلب الكشري ده في وقت متاخر، ما جبتش العدس. فانا مش عاملاه من اول اليوم، ده انا عاملاه الساعه 4 كده، فما لحقتش ابعت حد يجيب. كده نغطيه